السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب. انا صافي الحمد لله. واش راكم يا البنات؟ واش راكم اخياتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. واش رايكم الفيديو تاعي تاع نهار اليوم؟ كامل مهنيين ومتهنيتي رب العالمين. الو حبيباتي، جيتكم اليوم فيديو يعني رمضاني كالعاده، روتين رمضاني تاع يومين. الو حبيباتي تبعوا معايا قبل ما تبداو الفيديو تاعنا. يعني ماذا بيا اللي ما اشتركش في القناه تدير اشتراك وتفعل زر الجرس هكذا باش يوصلها كامل جديد تاعي. وما تنسونيش باللايك حبيباتي. اول حاجه حبيباتي واش حنعطيكم يعني واحد الوصفه تاع توفيا كراميل، هكا ما تحقوها العيد ما تشروهاش، يعني تجي واحد الوصفه الله يبارك وزاكيه. كنت درت هنا في كاسون هكذا تكون غامقه وثقيله، كاس ونص تاع السكر، درتهم يذوبوا كما نقولوا حنا نكرملهم. كنت حركت بالمغرفه تاع العود تاع الحطب هكذا، يعني الخرمن تاع الحديد. المهم هنا بعد ما ذاب لي هذاك السكر كما راكم تشوفوا يعني ولا كراميل، هنا زدت عليه كاس تاع الحليب دافي يعني دفيته. وكما راكم تشوفوا يعني هذيك كما نقولوا يعني في ظلكم. الوغ يعني ماذا بيا لو كان هكا ديروا كاسونه تكون غامقه خير هكا باش ما يفضلكمش. بعد ما درت هذاك الكاس تاع الحليب، كنت نقصت النار، درت على نار قليله. هذا ما كان، خليتها يعني تكتك على نار قليله. ومن بعد من جهه واحده اخرى وجدت حبيباتي، كنت جبت يعني طبيسي درت فيه يعني 3 مغارف تاع الفرينه ومغرف تاع المايزينا. صدقوني يعني هذه الطوف يعني يديروها بالفخلات بين الفرينه ودرت غير مغرفه تاع المايزينا تجي ما شاء الله. كنت زدت عليها كاس كاس غير ربع، عفوا كاس تاع الحليب. قلت لكم يعني في طبيسي نديروا 3 مغارف تاع الفرينه مغرف تاع المايزينا وكاس تاع الحليب ثاني يكون يعني دافي. خلطهم مع بعضهم كما راكم تشوفوا. هذا هو كنت يعني خلطهم بالفوي. قلت لكم 3 مغارف تاع الفرينه مغرف تاع المايزينا وكاس تاع الحليب. هذه الثاني كنت خلطتهم مليح، درتهم على هذاك الخليط الاول ونحرك يعني بالتدريج ما نحركوها مليح، يعني كما نقولوا يتجانس هذاك الخليط. ومن بعد حيثقل لنا. كي نشوفوا حبيباتي يعني بدات تبقبق كما نقولوا تغلي، في هذاك الوقت نطفي عليها. هنا زدت عليها قرصه تاع الملح. ومن بعد نميكسيها بالبرامكسور ولا بالاشوار اللي عندكم. المهم هكا باش كما نقولوا تولي ليس. هذا ما كان يعني نفرخها هكا في طبيسي ولا. المهم يعني تكون مازالت سخونه هكا نخلوها تبرد. بعد ما تبرد يعني حتى كما نقولوا تولي لنا ثقيله وتشد روحها كما راكم تشوفوا هنا. يعني بعد ما كانت بردت لي كانت شويه مازالت يعني شويه دافيه. راكم تشوفوا يعني القوام تاعها تجي ما شاء الله. يعني كي تبرد راح تزيد تشد روحها خير وخير. قلت لكم يعني قطعت لي كميه كبيره. هكا درتها في بورتمونجي حطيتها في الثلاجه. هكا تحشيو بها يعني الحلويات تاعكم ولا في ليسابلي ولا اي حاجه تحقوا فيها يعني توفيا كراميل يعني تسبوها واجده. شوف يعني تجي ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تعتمدوا الوصفه وتسيوها. هذه يا حبيباتي. قلت لكم يعني السعر تاع المواد الحلويات راه شويه مرتفع. الو ماذا بيا يعني هكا تنقصوا شويه على روحكم كيما العسل كيما التوفيا، يعني الحاجه اللي تقدروا تنقصوها تنقصوها. ما كنت شوفوا حبيباتي يعني هنا كان فطوري. كنت وجدته يعني ما شاركتش معكم. كنت درت انا شطحه اللحم، يعني كنت شاركتها معكم في فيديو سابق. قلت لكم يعني تجي الله يبارك بواحد الدرسه نديرها بالدرسه تاعها. هنا كنت انا درت شوربه فيرميسال. يعني كل مره كيفاش قلت لكم يعني هنا فطوري ما شاركتش معكم بيسك هذا شاركته يعني شحال مره كنت عطيت لكم الوصفه تاعهم. هذا ما كان هنا ثاني كان يعني كان راح كما نقولوا راح الحال شويه. كان قريب المغرب. انا وجست هنا نوجد طابله تاعي. هذه هي كالعاده والعوايد. الو حبيباتي قولوا لي اسك هذا البن نتوما ما فين تشريوه ولا اول مره كيما انايا؟ يعني كان جابوا الزوج ما كنتش عارفه بلي يعني البن ثاني هكا يتباع في لي بواط كيما الياغورت. اول مره نشوفه. هذه يا حبيباتي قلت لكم يعني كنت درت غيبه فيرميسال وبيان سور داك الشيء تحط على اللحم. كنت قليت شويه على الفريت كنت درتها في الفور يعني كنت كما شاركتها معكم. والسلطه يعني الحمد لله شويه على البوراك والحميص. هذه هي. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. انا ثاني حبيباتي كنت حنشارك معكم يعني مشتريات تاع المواد الحلويات. يعني واش كنت شريت. كنت شريت كما راكم تشوفوا يعني مارغرين. كنت شريت وحده مارغرين وحده تاع السمن. كنت شريت ثاني حبيباتي يعني وحده تاع العسل تاع كيلو. وكنت ثاني خدمت شويه وحدي في الدار يعني نخلط. كنت هذاك يعني وحده تاع الشوكولا تاع 800 غرام. وهذيك يعني مارغرين واحده اخرى. وهذيك ثاني حبيبات شوكولاته للتزيين. وعندي ثاني المايزينا هذاك يعني كيلو فيها الرطل. وشويه تاع لا ليفر شيميك. وشنو هذاك ثاني حبيباتي؟ الجلوكوز هذاك ثاني نسحقه. وبيان سور السكر غلاس 2 باكي. وثاني شويه تاع الكاكاو.
البني يعني الذوق تاعو يجي خير. وثاني كما راكم تشوفوا هنا الكاوكاو يعني كيلو برطل تاع الكاوكاو، وهذا سميد يعني خاص بالمقروض نصف خاشن. هذه ثاني هكا نسحقوها ثاني يعني في لي صابلي ولا، وهذاك شويه تاع الجوز يعني فقط للتزيين. هذا ما كان كما راكم تشوفوا قلت لكم يعني راهي شويه الحاله غاليه يعني الله يقدر كل واحد ان شاء الله. الوغ حبيباتي هنا غدوه من ذاك ثاني كنت حنشارك معكم يعني واحد الطبق رئيسي تجي راقي ما شاء الله، يعني لي كورني هكا بالدجاج تاع الدجاج عفوا يجوا محشيين. كنت هنا درت نص درت تاع الدجاج، درت مغرفه تاع لا شابلور، درت مغرفه كبيره تاع البصل، درت الثوم، درت لا موطارد، درت الملح، فلفل الكحل، اسكنجبير وشويه تاع الكركم، ودرت شويه تاع معدنوس وبلا ما ننسى حبه تاع البيض. هذو كنت راح يعني نعجنهم. من جهه ثانيه عندي شويه تاع زرده كنت قطعتها رقيقه مع شويه تاع الجلبانه. اول حاجه حبيباتي نفوت في هذو لي كورني يعني نفوت فيهم هما الاولين. قلت لكم يعني كنت عجنت هذا الدجاج تاعي خلطته مع كامل المكونات اللي ذكرتهم لكم، يعني خلطتهم مليح مليح. ومن بعد نجيب لي كورني ديالي يعني عادي اللي نديرو بهم الحلوه. كنت دهنتهم هكا بشويه تاع الزيت، ومن بعد نشدو هكا في يدينا بيان سور بالاستعانه بشويه تاع الزيت هكا باش ما يلصقناش. نديرو هكذا كما نقولوا في يدنا حوالي هكا كويره، ومن بعد ندوروها على لي كورني تاعنا يعني نعطوها الشكل تاع الكورني. هذا ما كان نسيو كيفاش يعني ما ديروش طبقه رقيقه وما ديروش طبقه خشينه بزاف. هذا ما كان حبيباتي يعني بعد ما نكمل كامل الكميه تاع لي كورني تاعي يعني بعد ما نشكلهم يعني لازم هكا نحطهم في الثلاجه ولا في المجمد يعني كما حبيتو نحطهم هكا كما نقولوا يشدوا روحهم. انا كنت حطيتهم يعني في المجمد، قلت لكم يعني كانوا شدوا روحهم مليح باش نقليهم. هكا مرة الإنسان يغير يعني كل مرة كيفاش راكو تعرفوا بلي يعني رمضان ساعات الإنسان هكا بداو يعياو هكا من الكوزينة ولا يعني كل يوم واش ندير. الوغ هذه يعني جبت لكم بعض الأفكار إن شاء الله تسيوهم. هنا كان فضلي شوية تاع دجاج كنت درتو كويرات. هنا جيت ندير لاصوص تاعها، كنت درت في الطنجرة تاعي شوية تاع الزيت كركاس هذيك تاع الدجاج، البصل، الملح، فلفل الكحل، الكركم وسكنجبير. وكنت بيان سور درت شوية تاع معدنوس نقليها بشوية تاع زيت وشوية تاع مارغرين، نقليها مليح. نزيد قلت لكم زوج حبات تاع زروديه مقطعه رقيقه وشويه تاع الجلبانه بعد ما كنت غسلتها. هنا كنت يعني نحمص فيها يعني مليح مليح نحمصها مليح. ومن بعد كنت من الجهه الثانيه كنت درت الماء يسخن، قلت لكم يعني هذو الطواجن يعني يحبوا الماء سخون. هذا ما كان بعد ما تقلت لي مليح كنت درت هذوك الكويرات يعني كانوا فضلوا لي. هذا ما كان كنت درتهم كويرات ومن بعد نمرق بالماء سخون ونخليها طيب يعني نقص لها على نار قليله ونخليها. هذا ما كان حبيباتي. من الجهه الثانيه كنت يعني كان خلاص لي الحميص، كنت درت شويه تاع الحميص يعني كل ما تخلص لي هكا ندير هكا في بورتمونجي، كل ما تخلص لي نزيد ندير شويه. قلت لكم يعني نشوي الفلفل والطوماطيش ودرتهم يعني كنت هنا نشف فيهم من هذاك الماء تاع الطوماطيش. هذا ما كان ثاني حبيباتي. قلت لكم يعني بعد ما كملته درته هكا في بلاره يعني بعد ما برد لي درت لها شويه تاع الملح وشويه تاع زيت الزيتون ونحطها في الثلاجه يعني وقت الاستعمال الوقت اللي نسحقها نسيبها واجده. كنت ثاني درت شويه تاع السلطه هكا في الماء يعني تشمخلين نسيبها واجده. هنا راكم تشوفوا يعني لي كورني تاعي بعد ما جمدوا لي نجوزهم في البيض، وبيان سور ثاني نجوزهم في لا شابلور يعني نرمدهم يعني هكا باش يعطينا هذاك الكروستيو كيما حبيتو. يعني كاين اللي ما يحبش كيما نقولوا يديروا في لا شابلور، يحب يديرهم غير في البيض ويقليهم، كل واحد وكيفاش. انا كنت درتهم في البيض ودرتهم في لا شابلور قلت لكم، ومن بعد نديرهم يتقلاو يعني الزيت ماشي بزاف كيما نقولوا غير شويه تاع الزيت نحمروهم من كامل الجهات. هذا ما كان يعني بعد ما قلت لكم يعني الزيت تكون على نار متوسطه هكذا باش هذوك يعني الدجاج تاعنا يطيب بس ما شحال نزيدو نديروه يطيب في داخل لاصوص. من الجهه كنت غليت شويه تاع البطاطا، كنت غليتها بشويه تاع الملح. بعد ما غلات لي كنت يعني درت لها شويه تاع الفرماج وشويه تاع ملح فلفل الكحل وشويه تاع معدنوس وكما نقولوا كرازيتها. هذا ما كان يعني باش نحشي بها لي كورني تاعي. قلت لكم يعني يجي طبق الله يبارك. نتمنى ان شاء الله اذا حصلتوا يعني تسيوه. هنا بعد ما يعني كنت قليتهم هذيك البطاطا قلت لكم يعني نزلت شويه تاع الفرماج كما راكم تشوفوا وشويه تاع المعدنوس وملح فلفل الكحل. هذا ما كان يعني حشو اقتصادي يعني بلا الفيونداشي ولا اقتصادي بالبطاطا. هنا حبيباتي يعني هذوك لي كورني بعد ما تقلاو لنا
يعني من الأحسن نخلوهم هكا حتى يبردوا شوية، ماشي هما سخونين نحو لهم المول تاعهم هكذا يقدروا يعني يتكسرون. يعني أنا خليتهم بجيه في طبيسي، خليتهم حتى يبردوا لي. يعني كنت درت الحشو تاعي ومن بعد عاودت وليت ليهم. يعني يتنحوا كما نقولوا يتنحوا بكل سهولة. عادي كما راكم تشوفوا، يعني غير تجبدوا شويه هذوك لي كورني يتنحاو لكم. هنا ثاني كنت يعني هذيك الحشو كنت درتو هكا في لابوش، يعني ونقطعها هكا بالمقص ونعمر بها لي كورني تاوعي. يعني عادي كما ديروا يعني لي كورني حلوين دروهم مالحين. هذا ما كان. وكنت ثاني زينتهم بشويه تاع الفرماج رابي وقدمتهم. يعني تقدروا تقدموهم هكا مقبله، يعني كما نقولوا ناشفين، ولا تقدروا ديرهم بلاصوص اللي درتها. هذه هي حبيباتي. هنا جيت ثاني كالعاده كان قريب وقت المغرب، جيت نوجد طويبله تاعي قلت لكم كالعاده والعوايد واللي وصلت لنا حبيباتي ومازال ما اشتركت في القناه، نتمنى ان شاء الله تشترك وتفعل زر الجرس. ونتمنى ان شاء الله ما تنسونيش باللايك حبيباتي، يعني فضلا وليس امرا. هذه يا حبيباتي هذا هو رمضان. يعني سبحان الله كامل العائلات الجزائريه لو كان ماشي رمضان ما يتلموش على طابله واحده. سورتو كي يكونوا عدد الافراد كبر، يعني كل واحد يعني وقت تهوالو يفطر، وكل وقت تهوالو يتعشى. الو يعني رمضان سبحان الله حلاوته وحدها. يعني لو كان ماشي رمضان هكا ما يتلموش على يعني في وقت واحد وفي طابله واحده. الحمد لله يا ربي. هذه هي قلت لكم. يعني هنا كنت يعني كنت ثاني طيبت المطلوع، درته هكذا كان سخون. وثاني كنت درت هنا كنت درت الحريرة. هذه هي. وهنا ثاني قدمت الطبق تاعي راكم تشوفوا، يعني هذوك لي كورنيجا والله يبارك قدمت مع هذيك لاصوص تاع الجلبانه وزروديه، ودرت معهم شويه تاع البطاطا مقليه. وهذا ما كان يعني يجي طبق ما شاء الله طبق راقي. نتمنى ان شاء الله تسيي، ونقول لكم حبيباتي الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.